صل على محمد. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وهنا. طبعا بقى قررت ان انا اسافر النهارده. طبعا امي اختي الكبيره منعتني ولازم تاكلني سمك. خدتني ده سوق ايه يا امي؟ ده سوق اسوان. ده يعني ده سوق هوتي، ده حلويات ودوت اجهزه، وسوق قدام بقى بتاع السمك، المول السمك. حاجه بقى لا يعلى عليها ما شاء الله. ما شاء الله، يعني كل حاجه وليها ايه موجوده. ما شاء الله. كل مكان ده يا جماعه ده اسوان في بورسعيد طبعا. شايفين؟ مش قادره اصلا الكاميرا مش جايبه بقيه الاماكن. بسم الله ما شاء الله. طبعا بقى هي وصفت لي، قالت لي المكان ده يعني في منبع السمك نفسه. تمام، خليكم معايا. دي حاجه جميله، حاجه جميله ما شاء الله. هي قالت لي انا ما بروحش المكان ده للغاليين بس، لان انا كمان اصلا عشان هو مشواره بعيد فما بروحوش غير ايه الناس اللي عايزه عليا اروح اجيب منه حاجتين. تسلمي لي يا غاليه. خليكم معانا كده. شايفين بقى بورسعيد وجمالها وحلاوتها كده. انا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمني كده بشقه تكون ايه فخمه كده وحلوه ان شاء الله، وما ذلك على الله تعالى. طبعا بقى لنا فتره عمالين نمشي عشان نوصل لمنبع السمك نفسه. داخلين عليها وجزء السمك اللي جاي ده، بس هو راجل نفسي قدام شويه. ايوه طبعا بقى انا بصور الاماكن عشان تكونوا عارفينها. اللي ينزل بورسعيد يا جماعه يجي على المكان ده اهو. ده محل كبير بتاع سندوتشات. ما انا بجيب الاسامي برضه عشان تكونوا عارفين. محل كبير. لا تصدق راجل من ده ايه؟ كافيه بيقعدوا فيه السمك، يعني يشربوا فيه حاجه وكده على ما ده يعني الكافيه ده مخصص بس بتوع الاسماك، على ما يشربوا السمك يبيعوا بقى حاجتهم للتجار والكلام ده. ما شاء الله. طبعا انا بوري حبايبي الغاليين طبعا اغلى متابعين في الدنيا. ده البدايه، يعني بقالنا فتره يجي ربع ساعه عمالين نمشي، لان طبعا كل حاجه ولها ايه. ده حلويات. طبعا ده اول مكان للاسماك. شايفين بقى النظافه والاناقه والحاجه جميله جدا اهو. يلا نبتدي. ده خضار. انا برضو بحاول اصور بقدر الامكان اسماء الاماكن علشان ايه اللي ينزل بورسعيد ان شاء الله، سواء من بورسعيد او خارج بورسعيد، نتشرف بكل متابعين. شايفين بقى يا جماعه الجمال والحلاوه. ملكة الخليج. طبعا بقى هنا ايه جميع الملابس، اطفال كبير صغير كل حاجه هنا حلوه هتلاقيها ان شاء الله وباقل الاسعار. طبعا بقى ايه الساحه دي كلها بس مخصصه للخضار بس فقط. تمام، يعني كل مكان وليه ايه وليه حاجته خاصه بيه. تمام، الزفاره لوحدها والخضار لوحده. واخيرا بعد عناء وصلنا لمنبع السمك. المكان ده بقى ايه مجمدات لحوم ودواجن وخضار والكلام ده. تمام، بصوا بقى انا ببص كده على النظافه والشياكه وحاجه كده جميله تاكلها بنفس كده وحاجه نظيفه، ولا تلاقي دبانه ولا اي حاجه من دي. بسم الله ما شاء الله. كل الاماكن دي كلها الخضروات والحاجات المجمدات. الحاج منير واولاده. دي جزيره الحمد. انا بحاول اجيب لكم قدر الامكان انظف اماكن جزيره بورسعيد. طبعا قافلين بقى عشان النهارده ربع يوم العيد. خرجنا بره الاماكن خالص لان طبعا ايه
لسه ما وصلناش لمنبع السمك نفسه. بصراحه انا هبت خالص يا جماعه والله. فان شاء الله بقى ايه هنروح لسه لاماكن اخرى، لان النهارده رابع يوم العيد، فمش عارفين نوصل المكان. السمك وكباره ب 100 الكيلو ب 180 170 جنيه، والسردينه ب 160 جنيه، اللي في المطريه وفي المنزل ب 60 جنيه وب 40 جنيه. يا الهي. ده عباره برضو عن مطعم. ربنا يعينكم ويصلح حالكم ويرزقكم يا رب، اللهم امين، رزقا حسنا، امين يا رب العالمين. وانت جيت معايا اهو على ليله. تسلموا لي يا رب. شايفين بقى يا جماعه، ده اول مدخل للسمك، واخيرا بعد عناء وصلنا. اول الناس. تمام. ايوه دي البجعه هي بتاعه البحر اللي مش موجوده في اي سوق. لكن هي ما بتضرش ولا حاجه؟ ما بتضرش؟ لا. شايفين بقى ريحه الاسماك وجو هنا سوق السمك. ايوه ما شاء الله. دي مقلمه. طبعا بقى هنا مكان الشويه، ودوت بقى المداخن. مش زي عندنا بقى هناك اهمال خالص، او كل واحد بقى على قدر امكانه يعني. ما شاء الله. طبعا دي بدايه السمك بقى، ما شاء الله. عايزه بوري، غطيان، برقومي، جمبري، مكرونه، كل ده طاسه، كل بوري، كابوريا حيه، حيه. ده دليل على ان الحاجه دي لسه نازله النهارده، لسه انا جاي الوقت. شايفه؟ كل حاجاته حيه، كل حاجاته حيه. اوعى ظهرك، اوعى ظهرك يا بابا. عادي، هو صاحب المكان اهو. كل سنه طيبين. دي بطاريخ؟ دي بطارخ، دي بطارخ بلدي. ما شاء الله. طبعا السمك ده يا جماعه اسمه غطيان. ده موسى. اللي هي غطيان. ده موسى. تمام ما شاء الله. دي بقى الكابوريا المطرحه. دي كابوريا بلدي. بسم الله ما شاء الله. شوف البربوني، شوف ده بربوني بقى. صحيه اهو برضه. الجمبريه. شايفين بقى البوري صح ازاي؟ شايفين؟ البوري لسه حي اهو. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الف هنا وشفا وصحه للياكل ان شاء الله. ما شاء الله. الشباتشه اللي في الحي والطاسه. طبعا بقى ايه بناشد كل الدول العربيه تنزل بورسعيد. ده ما فيش زيه في اي بلاد ابدا. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا بقى يا جماعه اللي بيجوا سياح، كل السياح تنزل هنا يا جماعه. النبي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يعني سمك السوق في هنا بقى طبعا اماكن للسنجاري والمشويات والحاجات دي كلها، فان شاء الله تشرفونا. طبعا عرفتوا بقى اسم المكان، صلاح رمضان. طبعا بقى يا جماعه احنا اخترنا بقى ايه الشبر ده بكام يا استاذ؟ عامل نوع صلاح صلاح ب 100. هنا ب 100. طبعا بقى كده كده السمك غالي في رمضان، في قصدي في العيد. دي سمكة ايه؟ ده بوكيتش؟ لا دي مكرونه، ده مكرونه بلدي. ده يشبه البوكيتش برضو؟ بس ما شاء الله حاجه كبيره حلوه نضيفه. ما شاء الله. هاتها كيلو. ممكن. في سيبيا؟ ده بيت السيبيا اهو برضه. ده ايه؟ بيت السيبيا. بجد؟ بسم الله ما شاء الله. شوف انا بورسعيديه واول مره اشوفه. ما شاء الله. بيت السيبيا بلد اهيت لسه جايه. دي صغيره مش الحشيه. دي صغيره بس دي البلدي. ما شاء الله. كام عامله كام؟ ده عامله 320. 320 يا الله. طبعا بقى اي حد من حبايبنا الغاليين ينزل سياحه هنا في بورسعيد
يتشرف بيه اول حاجه. تاني حاجه ينزل في المكان ده بسم الله ما شاء الله. محل زمزم بوابه 8 اول محل على الشمال عند مجمع الافران بالظبط. تمام، عشان تكونوا عارفين. ما شاء الله كبيره جدا. دي الكبيره هي برضه. دي بلدي. اتفضل.